iPhone do you have though? Which iPhone? Yes. I have Pro Max. You got the 17? No, I don't have. You got 16? I have the Max. It's 14 Pro Max. 14 Pro Max. Chad, do we do it? Yes or no? You got Apple Pay? No. You only got cash. You only take. قاعد يسأل فيه. طبعا جابوا هذا الشخص وهم دخلوه المحلات ودخلوه الاستاد وداوه للجامع ومانيش عارف. اللي ما يعرفوش هذا يسمى شو سبيد. وهنا دخل عند محل يقول له إذا عندك الايفون مال الايفون، وبعد يقول له لا تاخذ الابل باي، الابل باي. الابل باي في الجزائر راك تدخل على جال الحبس. انت كون قال له عندي كون دخلوا للحبس. لكن كانت هذه الكارثة. شوف هنا، شوف وين داور. Welcome to جامعة الجزائر. Oh, thank you. أهلا وسهلا. ملكة. مرحبا بك في الجزائر. Welcome to في جامعة الجزائر. Thank you. Thank you. Welcome to جامعة الجزائر. عمو عبك وش تعلم مريقلة، قال لك مريقلة تعلمها في جامعة. جولة ممتعة إن شاء الله. For جامعة الجزائر, you have to wear it for جامعة الجزائر. I'll put it. Traditional clothes. Oh, I had this on yesterday. It's kamis. We call it kamis. Kamis? Kamis. Oh, hey, that's lit. Ooh. I have here the third biggest mosque in the world. After the two holiest mosque in Mecca and Medina. It's a third. Oh, this is a mosque? The highest minaret in the world. 265 أو التهريج. هذا سبيد شو. أنا اليوم اللي عرفته في الحقيقة، رحت عملت عليه بحث، لقيته واحد مهرج يقوم بالتهريج، وخدمته كلها هي التهريج على طريقة التيك توك. تيك توك يشجع هذا النوع، وعنده عشرات الملايين تاع المتابعين مراهقين في الدول الغربية، ويبدو أنه حتى في دولنا، لأني شفت صور مؤلمة اليوم. مراد ديدوش، شارع ديدوش مراد، أهم شارع في العاصمة، كان مغلق بمئات الأشخاص يستقبلوا في هذا المهرج. هل هو عنده ثقافة؟ هل عنده علم؟ هل عنده؟ لا شيء. مهرج إلى درجة، يا ليت مساعد يبعث لي هذا المقطع، مش عارف إذا بعثوا لي ولا لا. إلى درجة أني شفت له مقاطع مثلا في سويسرا ينبح كالكلب، ينبح كالكلب. فمش معقول بعث لي المساعد نتاع المقطع هذا اللي ينبح فيه هذا الشخص. وبعدين داو الاستاد. This is crazy. It's crazy, bro. They like you, but they don't like him, them to film them, you know. They like you, don't don't like your him, camera. but they like you. هنا داو الاستاد ماتش ما بين ليسما والامسيا، ما بين المولودية واتحاد العاصمة. يبدو أن كاين سوبر كوب وعلى أساس يجيبوا له باش تبان في الصورة بأنهم جابوا له عشرات الآلاف من الجزائريين يستقبلوه. هما هذو راحوا يتفرجوا في ماتش، هذو أنصار الفريقين. يبدو أنهم قالوا فلسطين الشهداء على الأقل باش يعبروا يعني. فالسؤال المطروح، داو الجانات وجابوه من جانات للعاصمة ودخلوه الاستاد وداوه الجامع الكبير. من هذا؟ إنه مفسد في الأرض. هذا ينشر الفساد، ينشر السلوك اللي يدمر المراهقين. يعني كثير من المراهقين يحوسوا على أي قدوة، يحوسوا على أي واحد يتبعوه. فهذا مدمر للأخلاق، مدمر للسلوك. احنا أصلا في الجزائر في معاناة رهيبة. الأسر لم تعد تستطيع تربي ولادها، لأن نظام الحكم خرب المدرسة، خرب الأسرة، خرب المسجد، خرب الثقافة، خرب العلم، خرب كل شيء. وخلى، والطبيعة لا تقبل الفراغ، خلى فراغ هائل. هذا الفراغ هائل ولا يمليه أي واحد. ولذلك قبل فترة كانوا جابوا نتاع عبدة الشيطان وداروا له احتفال من جهة
مقام الشهيد، فكانوا هناك جزائريين شباب مساكن ما يعرفوش. تخيل يمر على شارع ديدوش مراد او على العربي بن مهيدي، الشارع اسمه العربي بن مهيدي او اسمه ديدوش مراد. لو كان يخرج من قبره العربي بن مهيدي او ديدوش مراد وش يدير؟ يندم لانه مات من اجل هذه البلاد، يصرخ، يعاود يحمل سلاحه ويبحث عن الحكام. ماذا سيفعل؟ جيبوا انسان في الغرب، اغلبيه الناس في الغرب تراه مفسد، حتى وان تبعه مراهقيهم او شبابهم او في الغرب. عندما يكون هناك عجز رهيب لنظام الحكم في إدارة البلاد، في نهضة البلاد، في توفير البنية التحتية، في توفير الطرقات اللازمة، في توفير السيارات، النقل، التعليم الصحيح، يلجأ إلى شراء الأوهام. وبعد ما فشلوا والفريق الوطني أصبح فاشلا وكثير من الناس لم تعد تتابعه أو تعرف بأنهم فاشلين، راح يجيبوا فيها شخص. هذه مش جديدة السياسة بالمناسبة. كل ما يجيب واحد مثل هاك في أقل أشياء يمدوا $1,000,000. احنا شفناهم جابوا فاجرات وفجار من لبنان ومن مصر ومن اللي يسموهم ممثلين وممثلات واللي أعطوا لها 300,000 أورو و400,000 أورو $500,000 إلى آخره. هذه مليارات بدراهم الجزائر. $500,000 هو 12 مليار. 300,000 أورو هي قريب 9 ملاير. هذا في الغالب يعطوهم $1,000,000 فما فوق. منين جبناها هذه؟ ها هو مثال سبق قبل سنوات، أو قبل ما نروحوا قبل سنوات. خلينا نشوفوه اللي ما يعرفش هذا الشخص، لأن أنا أول مرة تعرفت عليه اليوم، فأصل المساعد مجموعة من الأشياء عنه. هاي ثقافته أو شنش. هذه هي الثقافة اللي ينشرها الشخص، تفاهة في أبشع صورها الممكنة. فلما يجيبوا هذه الأشخاص في الغالب $1,000,000 $2,000,000 أقل شيء. قبل سنوات كانوا جابوا هذا شوارزنيغر، الممثل الأمريكي الشهير شوارزنيغر. طبعا كانت كاينه واحد المظاهر ما نقدرش نوريوها لكم لانه جابوه في حتى في لحظه هكذا، وجابوا له تاع كمال الاجسام، وكانوا لابسين لباس تقريبا بدون لباس، ويوروا في رواحهم هكذا امامه الى اخره. هذه كانت جابوه، وكان انذاك سعيد بوتفليقه جاب واحد 5 ولا 6 منهم، واعطى لهم كل واحد $1,000,000 $2,000,000. الاعلام انذاك كان يتكلم، كان يقول شحال داو، لانه انذاك فوت خوه اللي كان محنط في الشريطه، يعني كان محنط في كرسي متحرك باش يلهي شويه الناس. راح جاب مارادونا، شوارزنيغر، واحد 7 ولا 8 أنا متذكرهم، وكانوا أقلهم $1 مليون، أقل واحد في وقت. وهذا يعد لا أعرف كم يدي، بصح في الغالب يعودوا يعطوا له $1,000,000 ولا أكثر، $1,000,000 12 مليار سنتيم في نهار واحد، مع التهريج، مع الصطاد، مع عشرات الشرطة، المخابرات، غلق الطرق، دينوا الجامع الكبير. والله كاين علماء ماتوا، دكاترة، مجاهدين كبار، ما اسمع بهم واحد ولا كلمة. لكن عندما يعجز نظام الحكم على توفير متطلبات الحياة الكريمة أو جزء منها فقط، يلجأ إلى الخبث، من جهة قهر، ومن جهة تلهية، ومن جهة جيب السافهات والسفهاء،
ودير مانيش عارف انا مهرجان بالعباس للرقص الروسي، ومهرجان عنابه اللي مانيش عارف واش، ووهران اللي كذا، وقسنطينه الجاز في قسنطينه، وفي عاصمه اي شيء يلهوش به الشعب، او يعتقدون انهم يلهوا الشعب. لا، الشعب مش متلهي، الشعب راح حاير في خبزته، وحاير على اولاده وعلى بناته، وحاير من المخدرات التي تملأ البلاد، وحاير من القهر والظلم. الشعب راه يبصر ويستنى في اللحظة اللي يتلهى بكم. ما تظنوش هذا الشعب، راهي فرنسا ظنت نفس الشيء، راهي فرنسا نفس الشيء، ويسموه يقول لك صانع محتوى. وشنو المحتوى؟ هذا صانع تفاهة، هذا مش صانع محتوى، هذا صانع رداءة، هذا صانع إسفاف، هذا يضيع الشباب. كتابات كثيرة جدا تتحدث عن هذا الموضوع، وكيف أن مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تيك توك كيف تشجع على التفاهة وعلى الضياع وعلى تخريب الوعي. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. بطبيعة الحال لما بحثت في التيك توك تعرفوا أنه يعني إبداع صيني، يعني صاحب التيك توك هم الصين، هي دولة الصين، شركة صينية ضخمة هي اللي تمتلك التيك توك. فوش وجدت أن الصين تمنع التيك توك على الصينيين، ممنوع تيك توك على الصينيين. ما كاش. تقول كيفاه هما اللي صانعين التيك توك هذا؟ لو كان جاو مليح، لو كان خلوه للصين. لا، داروا نسخة أخرى سموها دويو أو دويو، نسخة صينية مراقبة باش ما يتمش تخريب الوعي في الصين للشباب الصيني. الهند منعت تيك توك، أي أن الهند دولة 1.5 مليار والصين دولة 1.5 مليار تقريبا مانعين تيك توك. الروس مانعين تيك توك. الهند رسميا، الروس بشكل غير رسمي لكنه تقريبا لا يظهر في روسيا. ألبانيا منعت تيك توك. أفغانستان منعت تيك توك. عدد من الدول مانعين تيك توك نهائيا، لأن التيك توك صحيح عنده من حين لآخر بعض الأشياء الإيجابية بسيطة، مثلا قضية غزة، قضية فلسطين، بالنسبة للشباب في الغرب شافها أكثر من خلال التيك توك. لكن هذا الاستثناء الذي يؤكد القاعدة. التيك توك والمواقع الأخرى أيضا، ولكن تيك توك هو الأخطر لأنه مبني كله على تخريب الوعي، إضافة إلى أن التيك توك يجمع معلومات رهيبة. تيك توك والخوارزميات يعرفوك وش تحب وش ما تحبش، شكون الفيديوهات اللي تبقى معاهم، شكون الفيديو اللي مثلا فيه 3 دقائق تبقى معاه 3 ثواني، شكون الفيديو اللي تبقى معاه 30 ثانية، شكون الفيديو اللي تشوفه كامل، شكون الفيديو اللي تشوفه تعاود تشوفه. فيعرفوا ماذا تريد، فيعاودوا يديروا لك قولبة كاملة، ويبداو يمروا لك، يدخلوا لك من مفتاح ما يطلبه المستمعون، من مفتاح ما ترغب فيه، أو من نافذة ما ترغب فيه. ولما يدخلوا من نافذة ما ترغب فيه، من بعد يبداو ينشروا هم ما يرغبون فيه، فيتلاعبون بوعيك في كل الاتجاهات. ولذلك هنا يعني هذه الدول الليبرالية، أمريكا وبريطانيا وفرنسا إلى أغلبية الدول منعته على الموظفين منعا كاملا. تليفون تاع الموظف اللي يتعامل به مع الإدارة ما لازمش يكون فيه تيك توك. تليفون خاص هنا ما يقدروش، لأن هنا قضية الحريات، كل العالم الليبرالي مبني على الحريات، ولكنهم قاعدين يضيقوا. أستراليا الآن وصلت إلى أنها تمنع السوشيال ميديا كلها، هي وكندا اللي تحت 16 عام، لأنهم وجدوا بأن الآن كاين أمراض ADHD اللي هي عدم التركيز، تشتيت الانتباه.
فرط النشاط، وهذه كلها تشوفوا في أولادكم، وفي مرات في ناس كبار، مش في الأولاد فقط، لأن هذه مواقع التواصل وخاصة الشورتس، سواء تاع اليوتيوب أو تيك توك أو الفيسبوك، شورتس، الحاجات القصيرة، مخربة العقل. شباب صغير هذا لأنه عاش على الرقمنة والديجيتال إلى آخره، يتأقلم معها بسرعة، لكنها ترسم له عقله كيفاش يدير. في فترة معينة، هاني نقولها لكم أنا، مر عليا فترة معينة والله ما وليت نقدر نشد الكتاب. الحمد لله ما طولتش هذه الفترة لأني انتبهت. بعد وليت كيفاش لقيت صعوبة. أنا إنسان يقرأ كل ليلة، لا ينام بدون أن يقرأ، ونقدر نقرأ ما بين 10 صفحات إلى 50 صفحة إلى 100 صفحة، ودائما أمامي مجموعة كتب عند راسي، بحيث إذا شفت كتاب هكذا مثلا وصلت إلى فصل ما عجبنيش ولا نحطه، نجبد كتاب مباشرة. فترة معينة مرت عليا وليت أجد صعوبة شديدة أن نشد كتاب. بقى لي الكتاب الوحيد اللي كنت نشده وبارتياح هو القرآن الكريم، آية من آيات الله. القرآن الكريم هو الوحيد اللي نشده بدون عجز وبدون ما نتقلق، بل بالعكس أشعر بالراحة. أما الكتب الأخرى وليت ما نقدرش. فلما رجعت نفسي لقيت هذا مشكل، لأن عندي مواقع، عندي مراسلات، عندي اتصالات، كلش في التليفون. بما أنني أقضي في التليفون ساعات، أنا طبعا مش للترفيه، مش باش نشوف فيديوهات ولا باش نشوف، للعمل، باش نشوف إلاش فيديوهات، نشوف فيديوهات تاع الجزائر والراهي، ولا نشوف فيديوهات تاع العالم، ولا نشوف أخبار عالمية، ولا نسمع محاضرة، لكن مع ذلك ارتباط العقل، البرين، المخ، ارتباط المخ، الخوارزمات نتاع التطبيقات عموما وخاصة نتاع مواقع التواصل الاجتماعي تشكل لك العقل. وتشوفوا انتم مثلا هنا في بريطانيا قبل 15 سنة 20 سنة تطلع للمترو ما تلقاش واحد في المترو مش شاد كتاب، أقلهم شاد جريدة. وإذا لقيت واحد مش شاد لا كتاب لا جريدة عرف باللي أجنبي هذا ونوصل، عنده أشهر ولا عام ولا مازال ما تعودش على ثقافة القراءة، لأن هنا يقرأوا الآن في بريطانيا وفي الدول الغربية كلها، وهذه الثقافة كانت موجودة الآن تقريبا الاستثناء أنك تلقى واحد شاد كتاب، كلهم تليفونات. هذا تخريب، لأن التليفونات بالتأكيد فيها إيجابيات كثيرة جدا، ولكن سلبيات فيها سلبيات، وإذا اداتك السلبيات تخرب لك عقلك وتأثر على الدماغ وتخرب الدماغ وتخرب المخ وتخرب التفكير وتخرب كل شيء. فاحنا رايحين يجيبوا شخص هو من أئمة التخريب، من أئمة الفساد، من أئمة نشر الرذيلة، من أئمة يعني من قيادات في هذا العالم، ويجوا ويدفعوا له أموال وتدير به الشرطة والدرك والمخابرات، ويدوه للمراكز ويدخلوه للاستاد ويدخلوه للجامع ومانيش عارف وين. لماذا؟ السؤال اللي يطرحه أي واحد منا، لماذا؟ باختصار بسيط، فشلوا في كل شيء، عجزوا في كل شيء، يخشون من انتفاضة الشعب. كانت هناك إضرابات وما زال ستعود الإضرابات والاحتجاجات، وهما ما عندهمش حلول. فيجيب لك هذه الأصناف ويعطيهم من مال الشعب المفقر المجوع، وهذا مؤلم ومؤلم جدا. عندما يصبح نظام الحكم يخرب الوعي، عندما يصبح نظام الحكم يخرب الأخلاق، عندما يصبح نظام الحكم يخرب الاقتصاد، يخرب المجتمع، يخرب الأسرة، يخرب المدرسة، ماذا بقي؟ وين يروحوا الناس؟ أين يذهب الناس؟ قال لي واحد من الأفاضل راهو بصح كان دافع على غزة. دافع على غزة، ما لازمش ندفع أخلاقنا إلى الدفع على غزة. ممكن دافع على غزة كإنسان شاف التوحش الصهيوني، إذا ما كانش فقط ربما باش تجيه المشاهدات، لكن الدفاع على غزة لا يسمح
إذا كان صادقا ما نسمحولوش باش يخرب الوعي ونجيبوه ونعطوا له أموال الشعب المفقر ونغلقوا الطرقات من أجله. معناها راكم تدعموا في تخريب البلاد علنا. لا ما عندكوش مشروع، لا مشروع اقتصادي، لا مشروع اجتماعي، لا مشروع سياسي، لا مشروع حضاري، لا مشروع علمي، لا شيء. أنتم عالة على هذا الشعب وعلى هذا الوطن.